مساء الخير. هو شاكر موجود؟ طب طالما شاكر مش موجود، قولوا لي انتوا بتقضوا وقتكم في ايه؟ طب ما تيجي ندردش مع بعض شويه وادينا من السله. هو احنا ورانا حاجه؟ قولوا لي بقى، عايزين اتكلم معاكم في ايه؟ بس خدوا بالكم، انا بتكلم بصراحه، بتكلم من قلبي، يعني ما بخافش من حد. بقول اللي انا عايزه، لا عندي خطوط حمراء ولا خطوط زرقاء. يعني بتكلم عن المكشوف، يعني هتلاقوني بتكلم من غير خشة ولا كسوف. واللي فيكم عايز يعرف معلومة أو أي حاجة يجي ياخدها مني وهو مطمن. فإيه رأيكم نتكلم النهاردة عن يوم الجمعة؟ طالما النهاردة الخميس وبكرة صباح الجمعة، طب ما تيجي نقول لكم على كم معلومة عن يوم الجمعة انتوا ما تعرفوش حاجة عنها خالص. انتوا عارفين ان يوم الجمعة ده فيه ساعة من افضل الساعات في الاسبوع كله؟ انا بحب الساعة دي وبرتاح فيها جدا، وتلاقيني من الجمعة للجمعة بستناها بفارغ الصبر عشان اريح اعصابي فيها وانسى كل الهموم والمشاكل بتاعت العيال وبتاعت العيشة واللي عايشينها. وانا عايزكم انتوا كمان تستفادوا من الساعة دي. صدقوني هتدعولي لما تجربوا ساعة الغروب والشمس وهي مروحة، وانت قاعد في البلكونة مع كوباية الشاي بتاعتك الحلوة، والشقة فاضية عليك، لا فيها عيال ولا أم العيال، انت وبس لوحدك. شفت المتعة اللي في الدنيا؟ صدقني الساعة دي من أجمل وأفضل الساعات اللي ممكن تعيشها في حياتك. أنا عن نفسي لما بعيشها أعصابي بترتاح، بطلع الأعصاب عصب عصب، عصب مشاكل العيال، عصب الشغل، عصب النرفزة، الأعصاب كلها بطلعها قدامي كده، بريح أعصابي وبنسى الدنيا ومشاكلها. عايز اقول لكم معلومة كمان عن يوم الجمعة، ما اعتقدش ان يكون حد قالك على المعلومة دي. انت عارف ان يوم الجمعة ده اخر يوم في الاسبوع؟ اه والله، اوعى تستغرب من المعلومة دي، اوعى حد يقولك غير كده. يوم الجمعة ده اخر يوم في الاسبوع، واكبر دليل على كده ان اليوم ده ما بنروحوش فيه الشغل وبنناموا فيه لغاية العصر. طب خد المعلومة التانية دي بسرعة، اللي هي بتقول ان يوم الجمعة ده بيتكرر في الشهر 4 مرات. صدقني معلومة ما فيش حد يكون قالك عليها قبل كده. طب قولوا لي بقى، هو شاكر موجود؟ طب طالما لسه ما جاش، ابقوا قولوا له ان انا هجيله تاني، بس وانا جاي لكم المرة الجاية هتكلم معاكم في موضوع، والله موضوع غاية في الأهمية، وهو العلاقة الحميمية. ايوه ايوه، انا عارفكم انتوا اشقية، ايوه وفاهمين قصدي، ايوه هي العلاقة الحميمية اللي انتوا فهمتوها دي هي اللي هتكلم عليه. وانتوا عارفيني انا بتكلم بصراحة ومن قلبي، وبتكلم بوضوح وما بخافش، وما عنديش خطوط لا حمراء ولا زرقاء، وبتكلم من غير خشة ولا كسوف، فهقول لكم على كل حاجة وبالتفصيل. فاللي فيكم عايز يعرف معلومات لأول مرة يسمعها عن العلاقة الحميمية يستناني المرة الجاية بإذن الله، وأنا هقول له عن كل حاجة هو عايز يعرفها عن العلاقة الحميمية. ولو شفتوا شاكر ابقوا قولوا له إن أنا جيت وسألت عليه. وسلام.